القانوني لم تتم إثارتها، كما حضره العديد من الأشخاص الغرباء عن المجلس في نوع من التجييش والإنزال لأخذ صورة لقاعة ممتلئة بغير الأشخاص والأعضاء الشرعيين في المجلس. وهنا أشير إلى أن الكاتب العام لحزبنا وبعض أعضاء المكتب السياسي ليسوا كلهم على كل حال أحجموا عن توجيه الدعوات رسميا إلى أعضاء المجلس الوطني بمن فيهم هذا العبد الفقير كعضو المكتب السياسي وكعضو في المجلس الوطني. وهذا ما جعل عدد من أعضاء المجلس الوطني الذين حجبت عنهم الدعوة يتوجهون إلى القضاء اليوم. وفعلا بدأت المحكمة الابتدائية في الرباط النظر في هذه الدعاوى المعروضة عليها. إذن ربما من المفيد ومن الحكمة ومن التعقل أن يتم التفكير جديا في تأجيل هذا المؤتمر حتى تتوفر له الشروط القانونية